ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم فقراتنا في يوتيرن. ومنورنا دلوقتي ممثله شابه قدرت تثبت نفسها في الفتره الاخيره، مش بس بجمالها لا كمان بموهبتها اللي كانت واضحه قوي على الشاشه وعلى الساحه الفنيه والسينمائيه الفتره اللي فاتت. معانا النهارده رانيا الملاح اللي قدرت تثبت نفسها في مجموعه كبيره جدا من الادوار زي النبطشي ومسجون ترانزيت ومحترم الا ربع، وكمان من المسلسلات حكايه حياه وورق التوت اوراق التوت وخرم ابره واكسلانس، وكمان السنه دي نورت ودلوقتي بيتعرض لها في السينما فيلم الخلبوس مع محمد رجب. منورنا النهارده رانيا الملاح، اهلا بيكي يا رانيا. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. نورتي وزي القمر وانا بحبك قوي. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي، ثانك يو. انا مش عارفه اقول لك ايه، ميرسي جدا ان انت نورتينا في يوتيرن. وعايز اقول لك واسالك على حاجه من قبل ما ابتدي اي فقره من الحاجات اللي عايز اسالك عليها. انت الناس ما تعرفش ان انت اصلا في الاصل سوريه، وازاي ان انت قدرتي ان انت تجمعي ما بين الجمال وما بين الموهبه وان انت تكوني شاطره جدا في مجالك. فعايزك ان انت تقولي للناس ازاي ان انت قدرتي تجمعي ما بين ده وده. والله بص، انا يعني انا سوريه مظبوط طبعا، بس احنا عايشين في مصر من زمان تقريبا من 10 سنين. موضوع الجمال والموهبه، يعني الجمال حاجه والموهبه حاجه تانية، يعني مش شرط. غالبا فكر الناس اللي بيبقى شكله حلو بيفتكروا ان هو مجرد شكل، يعني مش ممكن يعمل حاجه او يجي منه حاجه كويسه. فانا كنت طول الوقت بحاول ان انا اغير الفكره دي عني، يعني حتى لما بيتعرض عليا دور كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع من الحته دي، او ان هم يشوفوني انا كرانيا كممثله او ممكن اعمل ايه. بس رانيا، انا عايزه اعرف منك بقى، قبل ما تيجي مصر في سوريا لما ابتديتي، انت بقالكم هنا 10 سنين، هل كان ليكي اي اعمال في سوريا سينمائيه ولا لا؟ انت اول ما جيتي مصر ابتدى الموضوع معاكي الاول كموديل، وبعد كده الموضوع كبر في دماغك، حبيتي التمثيل، حبيتي السينما، فقررتي ان انت تدخلي المجال السينمائي. هو انا اصلا ما كنتش بشتغل في سوريا، يعني انا جيت مصر ده، يعني بقول كان عندي مثلا اول مره جيت مصر كان عندي 14 سنه، فانا ما كنتش بفكر في التمثيل ولا الموديلنج ولا الحاجات دي كلها. موضوع الموديلنج جه صدفه يعني تماما، ان انا كنت في مصر وصاحبتي موديل فقالت لي تعالي، ومش عارفه رحت معاها عملنا كاستنج. فالصدفه خلت ان انا اول حاجه اعملها اختاروني في فيلم، كان فيلم الغواص مع عامر منيب الله يرحمه. دي كانت اول حاجه عملتها. في الاول كان الموضوع، يعني كنت صغيره، فكان الموضوع بالنسبه لي عارفه حاجه جديده عليكي، وجديده وكاميرا ومش عارف، فكنت مبسوطه قوي واخده الموضوع هوايه، يعني بتسلى، عارفه اللي هو بلعب وبروح اتصور. ما كنتش فاهمه خالص يعني ان ده شغل ومتعب، عارفه. بعد شويه ابتديت يعني اشوف قد ايه انا بتعب في التصوير، انت عارفه طبعا. ممكن تفضلي 24 يوم 24 ساعه ما بتنامي، يعني ما بتناميش. فلا بعدين ابتديت اركز وابتديت يعني حبيتيه بقى، يعني ده شغل بجد ولازم اركز فيه، ولازم يعني ابقى يعني بقى ده كل حياتي، عارفه. واهلك يا رانيا شجعوكي؟ كانوا يعني دايما يقولوا لك عايزينك نشوفك في افلام. ويعني لو انت في الاول كنت في الموديلنج وفيديو كليبس، انا كنت بحب قوي الفيديو كليب بتاعك بتاع هلال، انا قلت لك قبل التصوير. ايوه كنت بحبه جدا وكنت فيه زي القمر. فانت قولي لي ازاي اهلك شجعوكي بقى، انك ايه دورهم معاكي في الوسط؟ بصي، احنا يعني انا والدي متوفي، مامتي هي اللي دايما كانت بتشجعني، يعني دايما. ميرسي، ربنا يخليك. ف يعني هي دايما كانت واقفه جنبي، وكان نفسها، يعني هي لما شافت ان انا حابه الموضوع، رغم ان انا خلي بالك انا صغيره، يعني ما كانش ده الاتجاه بتاعي خالص. يعني حتى ماما وعندنا في العيله كانوا مسميني الدكتوره رانيا، عشان كنت شاطره شويه بزياده طبعا وانا صغيره. بس فكان فكان الاتجاه حاجه تانية خالص. فبعدين لقوني ان انا رحت في سكه تانية. فماما هي صاحبتي، فهي دايما بصراحه اللي بتقف جنبي وبتشجعني في كل حاجه، وباخد رايها في كل حاجه. ربنا يخليها يعني. ربنا يخليها. رانيا، هل ليكي كان اعمال في سوريا قبل هنا كنت بتيجي مصر؟ لا خالص، يعني انا قلت لك اول حاجه ابتديتها كانت في مصر، يعني كانت فيلم الغواص، كانت اول حاجه ليا. طب رانيا، عايزه بقى اعرف منك، بعد ما ابتديتي ودخلتي الموديلنج حبيتي الموضوع، لقيتي نفسك لا ده الموضوع شغل وانتي حابه التمثيل، اول مره مش اول مشهد، اول مره تحسي فعلا ان
ان انت اخدتي دور هتاخدي فيه مساحتك او هتمثلي، كان مع مين ومين اللي رشحك ليه؟ بصي هو في طبعا كذا حاجه، بس يعني في الاول خالص الادوار اللي عملتها في صغيرة. السينما كانت تعتبر صغيره، وانا برضو ما كنتش مركزه. يعني فيلم الغواص، بعديه مسجون ترانزيت، بعديه هدى. ايوه النقيب هدى، صح مظبوط. فالحاجات دي كانت بالنسبه لي يعني ما فيهاش مساحه او ما فيهاش انا مساحة ليكي. بحس ان اول حاجه كان فيها مساحه تمثيل هي لما اشتغلت مع استاذ مجدي ابو عميره في مسلسل الصفعه مع استاذ شريف منير. دي كانت اول مساحه بجد يعني امثل واخد دور يبقى فيه شغل ويعني واعرف يعني اعمل حاجه ان هي تبان بس. طب فيلم الخلبوز بقى عايزاكي تحكي لي عليه شويه عشان هو دلوقتي في السينما. بجد انا دخلته حلو قوي. وانت برقتك وجمالك قدرتي تثبتي نفسك، وكمان هو مش سهل لان 4 ستات في فيلم اللي هو برضو يعني عايزه اكلمك بصراحه، اكيد كان في نوع شويه مش نفسنا، بس 4 ستات والاربعه حلوين فاكيد كان في سبوت لايت، كل واحده عايزه تطلع احسن ما عندها. فانت ازاي بقى قدرتي تجمعي بين المعادله دي كلها؟ بصي عموما فيلم الخلبوس يمكن من احب الاعمال لقلبي يعني عشان هو قريب مني قوي. يعني حتى الكاركتر اللي انا لعبته جيسي هو قريب قوي من رانيا، يعني في حاجات كتير، في طريقتها، في كلامها، في لا اوعي تقولي كده يا رانيا. لا في طريقتها قصدي، يعني مش فكرها. في تلحق لا انا دخلت وده احنا نروح في داهيه. لا مش لا ما تفهمينيش غلط على فكره. مش عايزه الناس هي اللي تفهم غلط. لا في تلحق بالظبط كده. يعني في طريقه كلامها، في ضحكها، في هزارها. حتى اصحابي لما دخلوا الفيلم قالوا لي رانيا ده يعني الشخصيه دي شبهك قوي ايوه بتمثلي مش بمثل. فكواليس العمل يعني انت بتقولي الغيره والحاجات دي، يعني لو شفتي الفيلم بقى. لا بصراحه احنا كل واحده كان ليها اللوكيشن بتاعها، واحنا ما تقابلناش تقريبا. يعني الوحيده اللي اتقابلنا معاها هي ايمان العاصي. بس احنا كل واحده كان عندها اللوكيشن بتاعها. وبلس فعلا لما اتقابلنا في مثلا في كام مشهد او في الاغنيه او كده، احنا كلنا اصحاب. او انا بالنسبه لي يعني انا اشتغلت مع مريهان قبل كده، صاحبتي جدا وانا بحبها جدا. وايمان العاصي برضو اشتغلت معاها فصاحبتي قوي. وايناس كامل برضو نفس الموضوع. فيعني انا ما كانش عندي مشكله مع حد. ما اعرفش هما بقى كان عندهم اغنيه الفيلم كانت حلوه قوي اللي انتوا اجتمعتوا فيها، كانت حلوه قوي. محمد رجب بقى كلمينا عنه شويه. رجب بصراحه بصي هو الخلبوس، يعني بصي هو عسل ودمه خفيف بجد. رغم يعني انت بتشوفيه في الحقيقه لاول وهله كده بتفتكري ان هو جد شويه. جد شويه، بس لما تقعدي معاه ما تبطليش ضحك. فهو حد بجد من برضو من الفنانين الملتزمين جدا واللي بيهتموا بادق التفاصيل. يعني دي حاجه كنت انا استغربتها لما شفتها فيه. يعني عارفه بيكتب كل حاجه وبيهتم بالزرار اللي في يعني مش طبيعي بجد، بيهتم جدا. رانيا عايزك تكلميني اكتر في الدراما عامه او في الافلام. في حاجات كده غريبه ممكن رانيا هي تقابلك مثلا، او ممكن من انت بتسمعيها، وبالذات ان في شباب مثلا لسه طالعين في المجال التمثيل عامه، يقول لك لا ده في نفسنا، ده المجال مش كويس، ده المجال مش عارف ايه. انت اكيد بتسمعي الكلام ده. واولياء امورهم مثلا ممكن ان هم يكونوا مثلا بيخافوا عليهم. ممكن تكون البنت عندها الموهبه بس تخاف عليه، لا المجال ده ما ينفعش انت تعمليه. عايزك تقولي لي في الادوار اللي انت عملتيها وفي الافلام والمسلسلات اللي انت عملتيها ما شاء الله عليكي، عايزك تقولي لي ايه اللي انت ممكن انت تنصحي بيه الناس. بص هو عموما انا بنصح الناس انه اي حد بيحب اي حاجه يعملها. يعني هو ما فيش حاجه اسمها لا الوسط الفني في حاجات لا ده مخيف، ده في حاجات غلط، ده في كل مجال. في كل شغل ممكن تقابله. في بنك هتلاقي ناس بتحاربك، هتلاقي ناس وحشه. فلا غلط فكره، يعني هي الناس واخده فكره عن الوسط الفني بجد. حد حاربها؟ اكيد طبعا طول الوقت انت في حياتك كلها بتقابل طول الوقت ناس بتحاربك. من الستات بتقومي قويه اكتر. بحس من الستات اكتر، مش عارفه ليه. صح بقى صراحه كده. والله مش شرط، بس يعني الى حد ما، بس ده العادي. يعني حتى بقول لك حتى في اي شغل، يعني انا عندي اختي مثلا بتشتغل ما بيأثرش فيكي شويه؟ بيحصل لها نفس المشاكل طبيعي. اختك في الوسط برضو؟ لا يعني قصدي يعني اي مجال اي كارير بيبقى فيه حرب. انت داخله ثقه بالنفس عنوان النجاح. اكيد. ما اثرتش فيكي يا رانيا خالص؟ ايه؟ ما اثرتش فيكي خالص؟ بص يعني انت كل ما بتكبر يعني بتكبر سنا قصدي بتبقى اقوى، وكل ما بتفضل في مجال شغلك اكتر برضو ده بيقويك اكتر. يعني انا كل فتره دلوقتي بتبقى احسن من اللي قبلها. يعني في الاول كنت بخاف، كنت احيانا بضعف، كنت احيانا دلوقتي لا بقيت اقوى يعني. طب رانيا عايزه ارجع معاكي بقى لفيلم الخلبوس وللمخرج اسماعيل
فاروق. علاقتك بيه، هل هو اللي رشحك للدور ولا لا؟ التعامل مع اسماعيل فاروق عامل ازاي؟ لان انا عارفه ان هو بيشتغل مجموعه كبيره جدا من الافلام الكوميدي، فاختياره ليكي كان عامل ازاي وتعاملتي معاه في الكواليس؟ بصي اسماعيل حد برضو شخصيه بجد عسل جدا. انا عارف اسماعيل فاروق من زمان قوي، يعني احنا اصحاب، بس ما كانش حصل نصيب واشتغلنا مع بعض غير في فيلم النبطشي قبل الخلبوس. كنت يعني جالي دور كده، كنت معدة برامج. وبعديها لما ترشحت الفيلم الخلبوس، طبعا هو اسماعيل من الناس اللي رشحوني، هو اللي رشحني يعني. فلما عرض عليا الدور كان شايف ان انا يعني اكتر واحده، عشان هو معاشرني فعارف شخصيتي، فهو كان شايف ان انا اكتر واحده ممكن تعمل الدور ده كويس. وبعدين كان طول الوقت يطلب مني ان انا اعمله بتلقائيه، يعني انسى الكلام المكتوب واتعامل بطبيعتي. مخرج متعب؟ هو متعب في الوقت، عشان بيقعدنا، انا في لوكيشن الفيلا ده قاعده فيه 24 ساعه مش نايمه، فهو متعب في الشغل. بس في الاخر بجد هو برضو من المخرجين اللي بيديكي على طول نصايح وبيحاول يطلع منك احسن حاجه. وبيطلع حاجه رائعه بصراحه. رانيا انت اشتغلتي مع احمد عز واحمد مكي ومحمد رجب ومحمود عبد المغني، ابطال كتير. طبعا. فانت لو رجع بيكي بقى الوقت تاني وعايزه تشتغلي مع حد فيهم تاني وتالت، يعني تختاري مين اكتر واحد يعني نفسك تشتغلي معاه تاني؟ مش عارفه، اكيد كلهم يعني. لا بس اكيد في حد، لا بصي هو اكيد كلنا طبعا كلهم ابطال ونجوم ويعني هايلين، بس اكيد في حد حتى في نفسيا معاه في الحياه اللي هو غير الشغل بترتاحي فيه كيمستري بينكم، يعني مين اكتر واحد؟ راحه يعني. مثلا محمود ياسين كان بيحب يشتغل مع نجلاء فتحي. بصي انا كده مع منى زكي كده يعني بصراحه انا احمد عز اشتغلت معاه بس ما كانش بتجمعنا مشاهد، فانا ما فيش يعني برغم ان هو طبعا من الفنانين اللي اتمنى ان انا اشتغل معاهم. مكي طبعا يعني انا نفسي اشتغل معاه تاني اكيد، عشان هو حد برضو يعني في الحقيقه كده مريح جدا وعسل ودمه خفيف. بس يمكن من اكتر الناس يعني، عشان ده يمكن اخر حاجه برضو عملتها، محمد رجب بجد يعني حتى كانت الكومنت تعودوا على بعض خلاص ان احنا في بينا كيمستري واحنا مرتاحين في الشغل، بجد كنا مرتاحين قوي في الشغل مع بعض. فاتمنى طبعا ان احنا يجمعنا عمل تاني يعني. طيب قبل ما اختم معاكي، انا كنت عايز اسالك على حاجه. كان ليكي تعليق على الفيسبوك ان انت كنت بتعزي الفنان الكبير نور الشريف الله يرحمه، وكنت بتقولي ان انت كان نفسك ان انت تشتغلي معاه. ايه اكتر حاجه ان انت كنت بتحبيها له؟ طبعا الله يرحمه يا رب. نور الشريف، الفنان نور الشريف يعني من احب الفنانين على قلبي، حتى من قبل ما اقابله في مسجون ترانزيت يعني. طبعا من اعماله الخالده اللي مستحيل ننساها يعني حبيبي دائما طبعا أكيد. يعني لو جه 500 مره بقعد اتفرج عليه. وكل اعمال نور الشريف بصراحه يعني هي لا تعد ولا تحصى، يعني هو بجد من اهم نجوم الوطن العربي يعني. ربنا يا رب يرحمه ان شاء الله. بسرعه جدا، نفسك تشتغلي مع مين في الايام اللي جايه؟ نفسي اشتغل مع احمد حلمي. مين المخرج اللي نفسك تشتغلي معاه؟ والله مخرجين كتير يعني. شريف عرفة. لا قولي لي واحد. نفسي اشتغل مع كاملة ابو ذكري. ايه؟ كاملة نفسك تشتغلي مع كاملة ابو ذكري. مش عايزه تقولي اي حاجه خلاص؟ لا ميرسي، عايزه اقول لكم ميرسي، مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده بجد حبيبتي. ثانك يو النهارده. ميرسي قوي يا رانيا. ميرسي جدا يا رانيا، نورتيني. ولازم ان احنا يكون بينا لقاء تاني، بس نعمل حاجه بقى بره خارجي كده ونشوف بقى رانيا بقى اللي هي الشقيه بقى بتعمل ايه بره. لازم نفرجك، لازم تطلعي. رانيا ممكن تختمي انت بقى، نشوف موهبتك كمذيعه يمكن. لا ما عنديش الموهبه دي بصراحه. شكرا جدا. استنونا يوم الاثنين القادم ان شاء الله، اللي هو اللي جاي ده على طول، في مفاجآت وفي فقرات مهمه جدا وموضوعات هنتكلم فيها واحداث ان شاء الله على خير. وربنا يكون في عون نادي الزمالك، هيلعب كمان ساعتين ان شاء الله يفوز. شكلها اهلاويه. ايوه باي باي.